السلام عليكم. صباح الخير يا جماعة. النهاردة أنا هعمل لكم محشي بتكاته وحركاته. هنبدأ معاكم يلا. آه أول حاجة الصلصة. قطعت بصلتين المحشي بيحب المحشي البصل ده، بصلتين. حتة تومة، كمون، فلفل اسود، شطة، بتاع ده كزبرة، فلفل اسود، نعناع. ده توابلنا، ما بحط زيادة عن كده في المحشي. صلصة مركزة، مش بضربها بالمية كتير، ربع كوباية مية في الخلاط بس. الخضرة شبت، بقدونس، كزبرة. كده ايه، بصوا كده انا بعمل ايه البصل. عملت ايه بصلتين كبار عشان المحشي بيحب ايه البصل. لايك الاشتراك ودعموني، القناة تكبر بيكم. اكتبوا لي في تعليقاتكم اللي انتوا عايزينه، ولو في تكات ولا حركات مثلا كده اهوت قولوا لي عليها. مش عيب اللي احنا بنتكلم مع بعض وتقولي لي انت غلطتي في كذا، انا غلطت في كذا. مش عيب، الواحد بيتعلم من ايه، من غلطه ومن اخطائه. بصوا اهي بصلة انا مش بخليها تحمر، ما بخليهاش تحمر. بصوا ادي حته التومه. صلوا على النبي. اللهم صل على النبي. شايفين ادي البصله اهي، اهي. هنحط ايه، بصوا ادي الصلصه. التوابل بقى مش بنحطها دلوقتي، بنحطها في الاخر عشان تدي ايه الطعم بتاعها، طعمها ما يروحش. والخضره اهي بس كده اهو. هنسيبها ايه لغايه ما تتسبك. الصلصه ما تبقاش طريه، الصلصه بتبقى ناشفه، صلصه المحشي. هنسيبها تتسبك، ها، ونرجع مع بعض نوريكم ازاي بيتحشي وازاي تعمل. دي الخضره، كزبره، بقدونس، شبت، لغيه، بس كده هو. 3 حزم، كمون، شطه، كزبره، فلفل اسود، نعناع. ادي اللي بحطه، ما بكترش حاجه في التوابل، لان لو كترت في توابل الطعم ما كأنك ما بتاكليش محشي. تتسبك وارجع لكم تاني. وده كده شكل ايه الصلصه، ها، بعد ما ايه عملناها. خلينا لغايه ما ايه الزيت ايه ما بين على الوش. بصوا اهو. هنحط دلوقتي ايه، هنحط ايه، غسلنا الرز، هنحطه ايه الصلصه كده اهو، كده اهو. بصوا اهو. هنقلبها، انا بحب اديله ايه تشويحه على النار. شايفه الصلصه حمرا ازاي.
بمقدار كيلو وربع رز. كده اهو، بصوا كده اهو. كده اهو. كل ده لسه ما حطيناش ايه التوابل. التوابل زي ما احنا حطينا في الصلصه حطينا في ايه، في الرز اهو. كمون، شطه، فلفل اسود، نعناع، شطه. كده ايه، انا طفيت عليه شوحته مش تشويحه اللي هي طبعا ايه دي الخضره اهي. طبعا بغسل كويس لغايه ما تطلع منها ايه التراب والحاجات الطينه اللي بتبقى فيها. واكون انا مخرطه ايه بصلايه بقرن فلفل في الكبه. بصوا بحط بقى ايه زيت عشان ايه في السوا بيفلفل معاكم. وده البصل، ده البصل ضربته في ايه في الكبه اهو. بصوا اهو بقرن فلفل اهو. هيوديكم لناحيه تانيه خالص. هتقولوا لي انت نسيتي الملح، اقول لكم لا مش ناسياه. شايفينه احمر ازاي اهو. بصوا اهو. بصوا اهو. بصوا اهو. طبعا انا كنت عامله ايه في الحله ايه، خرجت قطايتين مع بصلايه مع جزرايه مع قرن فلفل وحطيتهم في القعر. دي بقى بتوديك الريحه بقى بتسمع جيران الجيران. واجي بقى حاطه ايه، بصوا معلقه صلصه بتدي في البتنجان في الصباع بتاع ده طعم تاني اهو. بصوا اهو بس كده اهوت. احشي معاكم بصوا. بصوا الصباع ما بتحشوش للاخر ها، وما تقعدوش تكبسي كده بصبعك لا. بصي اهو بتهزيه كده اهو. بصي كده اهو على كفه ايدك كده اهو هيطلع معاكي الصباع مفلفل اهو. بصوا اهو اهو. اهو الصباع ما بيبقاش ايه لفوق كده اهو لا، بيبقى لغايه هنا اهو. شايفين لان الرز هيزيد. اكمل ونعمل مع بعض. ودي دلوقتي بعد ما احنا طلعناه من الفرن المحشي انا عملته ايه في الفرن، سويته في الفرن في الباريكس اهو. شايفينه اهو، ده الباريكس. بصوا ادي المحشي اهو. بصوا ما فيش ولا صباع. شايفين اهو اهو يا رودي اهو. بصوا ولا رزايه طالعه منه.
الشكل النهائي بتاعه. ده ورق العنب. اللايك والاشتراك متنسونوش يا جماعة وادعموني. بصوا شايفين المحشي اهو. بصوا كده شايفين اهو. شايفين المحشي اهو مش طالع منه ايه اهو. بصوا ادي الصباع بصباعه. شايفين الكوسه اهي. شايفين ورق العنب. بصوا ادي الكوسه شايفه اهو اهو. مفيش ولا رزايه طالعه منه ولا رزايه. بصوا الفلفل اوريكم دلوقتي النتيجه بتاعته. بصوا شايفين كده يا حبايبي شايفين ده ورق العنب. بصوا مفيش رز ايه طلع بره السباع. انا عملت ورق، حشيت ورق العنب مع الكوس، عملت كله مع بعض في البريكس. دوقي كده يا رودي. سخنة. جميل جميل. بصوا عشان ما بتملوش الصباع بالاخر. لو مليتي الصباع على الاخر بيطلع ايه الرز من بره، لان الرز معانا بيزيد. هيتجننوا على سوي من بدري. كل واحد ماسك لي الطبق بتاعه. ده كده ايه ورق العنب مع بعض اهو شايفين. الكوسه شايفين شايفين ولا رزايه ولا رزايه. بصوا شايفين اهو. اتفضلوا بقى ايه تعالوا اتغدوا معانا. اللايك والاشتراك متنسونيش، واكتبوا لي في تعليقاتكم لايك اشتراك. باي باي يا حبايبي.